مين هيجيب حق الشهداء دول؟ أكتر من سنة على اندلاع الثورة وحتى قتلهم ما اتحاكمش. في خلال سنة وثلاث شهور من الثورة والوضع بيسوء يوم ورا التاني. يوم بعد يوم وأزمة في أزمة، أنابيب لبنزين وجاز لعيش لأزمات سياسية مفتعلة بإيد السلطة عشان المواطن من أول ما يصحى من النوم لحد ما ينام ما يبقاش مشغول غير إزاي يجيب لقمة العيش. نفس السياسة القذرة اللي مخلوع وعشان يتليه عن فساد وفشل السلطة في الإدارة. من بعد ال 18 يوم من الثورة وكلنا فرحنا إن خلصنا من مخلوع مبارك، وبدأ المجلس العسكري اللي المفروض بيقول حمى الثورة يبان على حقيقته ويستكمل أهداف مبارك وسياسته. وبرضه أزمة تخوين رموز الثورة والثوار عشان تكرههم. بعد أكتر من سنة لسه أزمة رغيف العيش ما اتحلتش، ولسه الناس بتضرب بعضها في الطوابير، والغاز بيتصدر للعدو الصهيوني بأرخص الأسعار، والناس مش لاقية أنبوبة الغاز ولو لقيتها بتبقى ب50 جنيه أو أكتر. ده غير اللي بياخد له مطوة في جنبه عشان لتر بنزين أو سولار، والعمال اللي بيدفعوا الدم ومش عارفين ياخدوا حقوقهم لحد النهارده. ودي حاجات أكيد مش صعبة على أي سلطة عايزة مصلحة البلد، لأن دي أقل حاجة بيطلبها المواطن البسيط. ومر وقت طويل ومات ناس كتير عشان الحرية، وقربت انتخابات مجلس الشعب، وبدأ الشعب يثق في فصيل معين بالرغم من الطرق اللي استخدمها الفصيل ده في جذب الناس البسيطة عشان يبقوا في صفه. ما علينا. جه مجلس الشعب سيطر الفصيل ده عليه بنفس شكل الحزب الوطني القديم، وبدأت مهازل الأعضاء تظهر واحدة بواحدة. قلنا بلاش نحكم عليهم من أول جلسة كده على طول، لكن للأسف المهازل دي استمرت. اللي بيشتم مرشح رئاسي عشان طول عمره مع الثورة والثوار ويتسقف له تسقيف حاشد في المجلس. اللي مش عايزين مصر ولا عايزينها اسكت ما تنطقش. لا تقاطع، لا تقاطع، لا تقاطع. امريكا اللي بيحرضوا بالبرادعي واللي بيحرضوا لا تذكر اسماء يا استاذ مصطفى. اللي يقول تعليم اللغة الإنجليزية مؤامرة خارجية من الغرب وأمريكا، ومشروع قانون تنظيم التظاهر اللي قدمه صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية عضو البرلمان عن الحرية والعدالة، اللي كان هيرجعنا لنقطة الصفر. بس المهزلة الكبرى لمجلس الشعب في الحقيقة إنه مش عارف يثبت إنه موجود وإنه بيمارس وظيفته الأساسية اللي هي تشريع القوانين. مفيش قانون من مجلس الشعب لحد النهارده جاب لشهيد حقه، واللي اصلا بسبب دمه هم اعضاء مجلس الشعب دلوقتي، ولا عارف يشرع قانون بالحد الادنى والاعلى للاجور. العيب الحقيقي مش في الثوار اللي السلطه عسكر ومجلس الشعب وحكومه وصفتهم بالبلطجيه ومخربين وموقفين عجله الانتاج، وراحت تصالح مستثمرين اللي نهبوا اراضي البلد وسرقوا خيرها. هذا المرسوم بالقانون اللي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يناير، أي قبل انعقاد مجلس الشعب بحوالي 3 أسابيع، أقل في الواقع من 3 أسابيع لأنه المجلس انعقد يوم 23. المضمون هذا المرسوم كالتالي: مادة 7 مكرر، هو طبعا هو يضاف إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمارات الصادر بالقانون رقم كذا لسنة 97 مادتين جداد. النص كالتالي: المادة الأولى منهم اللي هي 7 مكرر: يجوز التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التي اشترك في ارتكابها، وذلك في نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها. كل هذه التبات أنا أنكرها كاملة. العيب في اللي بيرمي فشله على مجموعة ملهاش ذنب ولا مصلحة غير إنها تحقق الحق والعدل والحرية في بلدها. وبعدها قال الثوار الرئيس قبل الدستور طبقا للإعلان الدستوري اللي وافقوا عليه، وطلع برضو الثوار خونة ومخربين وعاوزين يهدموا البلد. ما علينا، قلنا خلاص الدستور جاي وده اللي هيحكمنا كلنا، ومفيش حد فوق القانون.
للأسف برضه عايزين يسيطروا على اللجنة التأسيسية للدستور، وبالفعل ده حصل باتفاق مع مجلس العسكر. وبسبب السيطرة المستفزة للفصيل ده انسحبت كل الطوائف الأخرى بما فيها الأزهر والكنيسة، لأنهم ما قبلوش إنه يشاركوا في لعبة أو مسرحية دنيئة زي دي. استنينا قلنا الرئيس آخر أملنا هو اللي هيمسك البلد كلها ويظبط الدنيا، بس برضه رجعوا في كلامهم ورشحوا رئيس إلى جانب طبعا مرشحين مبارك وأصحابه. والغريب إن لما حد حب إنه يرشح نفسه قبل كده كان جزاته إنه اتفصل. لو جينا نبص على المرشحين شفيق وموسى وسليمان، كل واحد فيهم مصيبة لوحده. عمر سليمان كان رئيس جهاز المخابرات المصرية في عهد المخلوع، وكان الصدوق لأمريكا وإسرائيل، واللي بسببه آلاف المصريين في معتقلات مبارك. ده غير إن إيده ملطخة بدم الثوار، وفي بلاغات كتيرة متقدمة ضده ومحدش فكر يبص لها. في خطوة ينظر إليها على أنها كفيلة بقلب الموازين السياسية في مصر، أعلن عمر سليمان نائب الرئيس السابق ومدير المخابرات العامة السابق ترشحه للرئاسة. وأظهر سليمان أنه ما زال يحظى بنفوذ سياسي من خلال جمعه أكثر من 72 ألف توكيل من الناخبين، وهو ما يزيد مرتين على العدد المطلوب. ويقول مؤيد سليمان إنه المرشح الوحيد الأقدر على التعامل مع الفراغ الأمني الذي ساد مصر بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك. بصرف النظر ان هو كان محسوب على النظام القديم او على النظام الجديد، فمش معنى ان هو كان على النظام القديم يبقى له كل مساوئ، على الاقل يعدي بمصر المرحله اللي جايه. وجاء قرار سليمان في اللحظة الأخيرة للترشح للرئاسة بعد فترة وجيزة من تراجع جماعة الإخوان المسلمين التي تستحوذ الآن على أغلبية في البرلمان عن تعهد بعدم الدفع بمرشح للرئاسة، وقيامها بترشيح خيرت الشاطر نائب المرشد العام لرئاسة الدولة الذي ندد بدوره بقرار سليمان. أنا من حيث المبدأ مع حق أي إنسان مصري إنه يترشح، بس بقول في الجهة المقابلة لا يمكن أن أوافق على انتخابه، وأعتقد أن الكثير من المصريين لا يوافقوا على ذلك، وأنه أخطأ خطأ كبيرا بقبول مبدأ الترشح. وعين مبارك سليمان نائبا له في الأيام الأخيرة من حكمه، ويقول خبراء إن سليمان يرمز إلى النظام الأمني الصارم لذلك العهد، ويشكل تهديدا للإسلاميين الذين كانوا يتعرضون لمضايقات واعتقالات بشكل روتيني خلال عهد مبارك، وكذلك الليبراليين الذين قادوا عملية الإطاحة بالرئيس السابق. أحمد شفيق وزير الطيران المدني، واللي نهب فلوس الشعب من مشروع تطوير الطيران المدني، واللي كان رئيس الوزراء مبارك أثناء 18 يوم بتوع الثورة، وبعدها عزلوا الشعب وبرضه ايده ملطخة بدم الثوار. وخلي الناس قاعدين واجيب لهم الفطار والغداء بتاعهم وعليه بونبوني يعني ابسطهم جدا في الميدان، ويبقوا قاعدين هايد بارك بيقعدوا فيها قد ايه؟ يلا يا نونس رش الحمص واملى جيوبنا بشر وملبس، ولا تنساش اللوز والترمس، ده انت اسبوعك زيه مفيش. يلا يا نونس رش الحمص واملى جيوبنا بشر وملبس، ولا تنساش اللوز والترمس، ده انت اسبوعك زيه مفيش. والمشير ايه؟ عمرو موسى كان وزير خارجية مبارك، وبعدها مسك جامعة الدول العربية، وزي ما قالت اسكندريلا يحكى أن انعقدت قمة ما بتعرفش تقول ولا كلمة. طب إذا كان الرئيس مبارك حسب توقع حضرتك سوف يرشح نفسه في انتخابات 2011، انا يرشح الرئيس مبارك انا اصوت له. مش دي إجابة دبلوماسية؟ انا بقول لك اهو يرشح الرئيس مبارك انا اصوت له في مواجهة أي حد تاني. شوف، طالما الرئيس مبارك سيرشح نفسه وانا اعلم، انا يعني عارفه كويس وعارف ان هو يعني طريقه ادارته للامور والى اخره، انا اصوت له. سيد عمرو موسى معي. ايوه يعني انا سعاده الامين، انا قلت في هذا التوقيت لا املك اسئله، وانا ما افعله الان احيل اليك الكلمه لتتحدث. اشكرك. البيضاء
اللي لم تعلن عن قائد يتحدث باسمها، انما اهداف اجمع عليها كل من كان في الشارع، كل من كان في الميدان، كل من كان في البيوت، على انه هذه هي اهدافنا جميعا. شكرا جزيلا لك سعادة الأمين العام للجمعية العربية عمرو موسى، شكرا جزيلا لك. جلسة النقاش في قاعة مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بدت هادئة في بادئ الأمر. جاء دور الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز وتساءل بصوت مرتفع وهو يشير بإصبعه عما كان أردوغان سيفعله لو أن الصواريخ أطلقت على اسطنبول كل ليلة. أريد أن أفهم لماذا أطلقوا الصواريخ باتجاهنا؟ لم يكن هناك أي حصار على غزة. أراد رئيس الوزراء التركي أن يرد على مداخلة طويلة لبيريز. دقيقة واحدة من فضلك. لكن الصحفي الأمريكي ديفيد إغناشيوس الذي يعمل في صحيفة واشنطن بوست والذي كان يدير اللقاء قاطعه مشددا على أن المناقشة انتهت. أردوغان تجاهل طلب الصحفي. الرئيس بيريز، إنك أكبر سنا مني، لقد تحدثت بلهجة شديدة، وربما لأنك تشعر بالذنب تحدثت بهذا العنف وهذا الصوت المرتفع، وأنا عن نفسي أشعر بالحزن عندما أسمع ما قلته اليوم، فلقد مات آلاف الناس، وأظن أنه من الخطأ وغير إنساني أن نمتدح أعمالا أدت إلى مقتل المدنيين. وقد أدهش أردوغان الحضور إذ نهض وغادر القاعة قائلا إنه ربما لن يعود أبدا للمشاركة في التجمع السنوي. عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي نهض عن كرسيه خلال مغادرته. أظن عيب نقبل إن بعد ثورة مات فيها أكتر من 1000 شهيد إن شخصيات زي دي تترشح أصلا. 77% من شعب مصر قالوا نعم في التعديلات الدستورية، واللي كان سبب في إصدار الإعلان الدستوري اللي فيه المادة 28 بتقول: تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب، وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق أو أمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء. بالرغم من أن المادة 21 بتقول: التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا، ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. يعني في تناقض بين المادتين في نفس الإعلان الدستوري. أيوة، هم عايزين اللي يقولوه يمشي وإحنا ما ننطقش، عشان كده نزلوا عمر سليمان وأحمد شفيق وعمرو موسى، نزلوا كل اللي كان ضد الثورة عشان يقتلوها ويمحوها من الوجود. بس إحنا ثورتنا حية فينا ومكملين فيها. مش هنسمح للجنرال عمر سليمان إنه يبقى رئيس لمصر، مش هنسلم، مش هنسمح يغيروا عقولنا أو يكسروا إرادتنا. بقالنا شهرين قاعدين في بيوتنا وبرضه عجلة الإنتاج زي ما هي. ما كناش السبب ولا هنكون، لأن عمرنا ما هنسبب ضرر لبلدنا. السبب موجود وواضح، ونشوف مين حاكم ومين بيتحاكم. احنا نازلين تاني يوم 20 أبريل يوم الجمعة، نازلين عشان نكمل اللي بدأناه، نازلين عشان ما نسيناش كل شهيد دمه راح وحقه لسه ما رجعش، نازلين عشان رافضين الانتخابات تحت حكم العسكر، نازلين عشان رافضين المادة 28 من الإعلان الدستوري، نازلين عشان ما ينفعش نقوم بثورة ونخلع الرئيس وأول انتخابات بعد الثورة يترشح فيها نائب بالمخلوع ورئيس وزراءه. نازلين عشان عايزين نفعل قانون لعزل الفلول من الحياة السياسية، عزل كل اللي كان السبب في الفساد. مش هنرجع لورا تاني ومش هنقبل بنص ثورة.